مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. مباراة الذهاب ستلعب بالنسبة لمباراة الدور نصف النهائي. مباراة الذهاب بالنسبة لميلان نابولي ستكون على أرضية ملعب سان، والإياب سيكون بين الفريقين في حال تأهل الإنتر ستكون بطبيعة الحال في جوزيبي مياتزا، وبينما بالنسبة لبنفيكا ستكون في ملعب دالوش ملعب الضوء. ريال مدريد تشيلسي هو الفائز منهما سيستقبل نادي مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ في سانتياغو برنابيو أو ستانفورد بريدج، بينما مانشستر سيتي أو البايرن المتأهل منهما سيخوض مباراة الإياب على إما ملعب الاتحاد أو ملعب اليانز أرينا. مباراة النهائي بالنسبة لريال مدريد وتشيلسي سيعتبر هو مستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. أعود إلى ضيفي في الاستوديو كابتن عزيز بن نجم ورفيق صيفي. كابتن عزيز، أبدأ بك. ريال مدريد تشيلسي مباراة مكررة عن الدور ربع النهائي للموسم الماضي، مع الاختلاف أن مباراة الإياب هذه المرة سيستضيف مباراة الإياب. نعم. وريال مدريد كل مباراة إيابة لعبها الموسم الماضي على أرضية ميدانه، على أرض ميدانه، مع باريس سان جيرمان، مع تشيلسي، مع السيتي. لكن اختلاف هذا الموسم بالضبط. سوف يواجه تشيلسي فريق يعرفه، لكن أظن بأن تشيلسي بالنسبة لريال مدريد فهي قرعة أظن بأن في المتناول، أظن بالمتناول نظرا لما يواجهه من مشاكل هذا الموسم مع جراهام بوتر تشيلسي. هذا لا أقل من شأن تشيلسي، لكن أظن بأن تشيلسي الموسم الماضي كان أقوى وكان بإمكانه أنه يحسم المباراة. نتذكر أن ريال مدريد قد فاز على تشيلسي في ميدانه ب3-1، ثم ريال مدريد كان منهزم في ميدانه أيضا ب3-1 قبل أن يحسم كريم بنزيما في الوقت الإضافي هدف التأهل. أظن مباراة صعبة جدا لريال مدريد، لازم أنه يحسمها في برنابيو، ولكن ريال إذا لعب بنفس الطموح وبنفس الأداء اللي شفناه أمام ليفربول أظن بأن ريال مدريد قادر على تجاوز تشيلسي الذي يعاني صحيح من الناحية الهجومية رغم تواجد لاعبين مميزين، انتدابات مميزة، لكن انتدابات لم تكن متوازنة هذا الموسم مما أدى إلى تذبذب في المستوى. كابتن رفيق، تشيلسي يعلم تماما أنه إذا أراد أن يذهب إلى الدور نصف النهائي عليه أن يتخطى عقبة فريق كبير هو ريال مدريد. أكيد فريق يعني عنده ثقافة في هذه البطولة، عنده خبرة، بطل النسخة الأخيرة. نظن مباراة راح تكون صعبة للفريقين، يعني حتى تشيلسي يعني لا يستهين بها، ونعرف أن ريال مدريد يعني يحترم المنافس. نظن عندما تشوف هذا على الورق أكيد ريال مدريد هو المرشح الأول، ولكن علمتنا كرة القدم ليست بالعلوم الدقيقة. كرة القدم فيها المفاجآت، كل مباراة وعندها عواملها وخصوصياتها. تبقى مباراة الأفضلية على الورق ريال مدريد، ولكن تبقى متكافئة بالنسبة في إطار كرة القدم. المواجهة الثانية هي إنتر ميلان وبنفيكا. الإنتر مواجهة مفخخة، بنفيكا يقدم أداء مثاليا هذا الموسم في البطولة. أظن بأن فريقين متشابهان، فريقين قادرين على أداء هجومي مميز، ولكن ايضا على اداء دفاعي مميز. شفنا كما قلنا الانتر مع سيموني انزاغي رغم تواجد لاعبين عندهم نزعه هجوميه جدا كبيره جدا كميخيتاريان، كباريلا، كشالانوغلو لاعب مميز رقم 10، ولكن عندما تراهم كيف يلعبون تجد رقم 10 يدافع في مناطقه. لم ارى شالانوغلو يجري كما مع فريق اخر كما شفته مع انتر ويركض في الملعب. ميخيتاريان تعودنا ايضا عندما كان دائما مع أرسنال يلعب في من الناحية الهجومية أيضا مع روما، لكن شفناه الآن يلعب بطريقة جد متوازنة، دفاع ثم تحول سريع. مهاجمين لديهم مهاجمين مميزين أو 3 مهاجمين، لأن هناك وحش على الدكة وهو لوكاكو قادر على الدخول وتغيير أي نتيجة. لوتارو مارتينيز وتزيكو يشكلان الهجوم. أظن بأن هناك تكافؤ في الفرص ما بين الانتر وبنفيكا، لان بنفيكا يقدم اداء ولا اروع. شفنا في دوري المجموعات كيف كان متميز، شفنا ايضا في المباريات الاخيره كيف كان ايضا اداء ولا اروع، متوازن دفاعيا وهجوميا، قادر على هزم الانتر. ايضا اظن بان مباراه بالنسبه لي متكافئه، لان الفريقين لهم تاريخ ولا ايضا صحوه هذا الموسم بالنسبه لبنفيكا اللي يقدم اداء مميز، ولكن اظن بأن الانتر سوف نعرف أنه
يلعب خارج، لن يلعب في سان سيرو او جيوزيبي مياتزا، سوف يلعب خارج ميدانه، ولكن اظن من المناصرين سوف يكونوا جاهزين لمؤازره الانتر امام فريق عريق هو بنفيكا. الانتر بعد ان تخطى بورتو عليه الان ان يتخطى عقبه نادي بنفيكا، وبنفيكا مع روجر شميرت كابتن رفيق يقدم اداء مختلف تماما في الشامبيونز ليج. لا بنفيكا افضل في الشامبيونز ليج افضل، يعني حتى في دور المجموعات بنفيكا تصدر المجموعه امام البي اس جي. بنفيكا ظهر بوجه رائع، شفناه امام البي اس جي اداؤه جيد. يعني بنفيكا ممكن يعني يتخطى عقبه الانتر. صحيح الانتر بالوجه اللي ظهر به او طريقه اللعب على الطريقه الايطاليه والدفاع الايطالي، حتى ولو تاهل بتسجيل هدف واحد، نظن ان في هذا المستوى يعني الخروج المغلوب نظن لا يوجد فيه حسابات. صحيح حسابات على شكل مباراتين، يعني كل مباراتها باي طريقه يعني تبدا بها، يعني فيه مدربين حسابات يعني خارج ديار وداخل ديار. الحين نظن ان كره القدم تطورت، كل الفرق تلعب داخل ديار او خارج ديار بنفس يعني بنفس الطريقه بنفس فلسفه اللعب. ونظن ان بنفيكا لازم تعمل لها ألف حساب. بنفيكا السنة هذه تطور كثيرا. بنفيكا من الفرق اللي تلعب أكثر هجوميا، يمتلك المهاجمين القويين، يمتلك خط هجوم رائع، يمتلك خط وسط رائع. نظن بنفيكا ممكن أن يتخطى، رأي شخصي، ممكن أن يتخطى الأنتر. بكل تأكيد كل شيء وارد في هذا الدور ربع النهائي لأمجد البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا. الآن دعونا ننتقل بكم إلى مراد العربة من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من نيون السويسرية، ومعه تشيسكي بيرغستاين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي. شكرا. إذا بعد انتهاء هذه قرعة دوري أبطال أوروبا، يسعدنا أن ينضم إلينا تشيكي برينكينغستين المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي. تشيكي مرحبا بك في قنوات بين سبورتس. حدثنا عن هذه القرعة، ستنتظركم مباراة قوية ضد البايرن ميونخ، مباراة قوية جدا. البايرن ميونخ من الفرق المرشحة للفوز، فازوا على أحسن الفرق على الصعيد الأوروبي، تفوقوا على نادي البي اس جي في دور خروج المغلوب، وبالتالي المباراة ستكون صعبة وعلينا أن نجهز أنفسنا على أحسن ما يرام. كل المباريات في هذا الدور من دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة، المباراة صعبة ومحتدمة، ولكن هذا سيحتاج إلى التجهيز الجيد من اللاعبين ومن المدرب. بإمكاني القول وأنه سيكون مهرجانا كرويا كبيرا. الكل رأى أداء المان سيتي ضد نادي لايبزيغ، سجلتم 7 أهداف. كيف تقيم مستوى المان سيتي في هذا الموسم؟ نحن على أحسن ما يرام، نكافح من أجل الكثير من الألقاب على الصعيد المحلي والصعيد الأوروبي. نحن نخلق الفرص، نسجل أهداف، نحن على الطريق الصواب. نحترم الفرق التي سوف نواجهها، ولكن جاهزون لهذه المعركة. هل ستذهبون نصف النهائي؟ نتمنى ذلك، لدينا ثقة في ذلك، ولكن علينا أن نتحلى بالاستمرارية في الشامبيونز ليج. هذا يعني أنه يتوجب علينا الذهاب إلى نصف النهائي مع احترام الفريق الخصم. شكرا.